أشرف الرسل الأطائب وتعم الآن جمعا ما بدا نور الكواكب أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتؤم الآن جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا
يا نبينا الهادي الأدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي الأدناني يا سر نور الأكوان عاطف علي ورعاني عاطف علي ورعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان عتف علي وارعاني عتف علي وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن مالي سواك ارحم حالي يا منى روحي ومالي مالي سواك ارحم حالي يا منى روحي وآمالي مالي سواك ارحم حالي يا منى روحي وآمالي مالي سواك ارحم حالي يا منى روحي وآمالي وفقني وصلي أحوالي وفقني وصلي أحوالي وفقني وصلي أحوالي وفقني وصلي أحوالي يا حبيب الرحمن يا حبيب الرحمن يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان عتف علي وارحاني عتف علي وارعاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن حبيبي يا أبا الزهراء أرجو حظى منك بنظرة حبيبي يا أبا الزهراء أرجو حظى منك بنظرة عسى يا حظى بالبشرى عسى يا حظى بالبشرى عسى يا حظى بالبشرى عسى يا حظى بالبشرى أنال منك الأماني أنال منك الأماني يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان يا نبينا الهادي العدناني يا سر نور الأكوان عتف علي وارحاني عتف علي وارحاني بما أتى في القرآن بما أتى في القرآن اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن كلا ضرتم بما
أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قل رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. الفاتحة أن لا يغفر الذنوب واستر عيوب إسلامنا وأحسننا وأسلافنا وأبان الصالحين أن الله يدخلنا نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم على هذه النية وكل نية صلاة من حضرات الدنيا والآخرة بقراءة هذه تبسيط دورا للحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي أنه يغفر ويرحمهم ويدخلهم جنات برحمته ثم الأرواح جميع أساتذة ومشايخنا ولمن أهله الركوع علينا وأن الله يغفر له ويرحمه ويدخلهم الجنات برحمته والنية من أن يرزق الفتوح والمنور والوصول وصلاة الجسد والفتوح الناس والأنية صلاة وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المقدم في الإمام السلام على المضلل بالغمام السلام على المقدم في الإمام السلام على المضلل بالغمام السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد منة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده رحمة تعلقت إرادته أزليته بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به منان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأثرت بوجود أكناف الوجود وطرزت برد الأوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في العالم كله الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاشع
وله الحمد الذي لا تنحسر أسراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توعلى بحبيب أمال أنا ما نوالا يا لقلب سروره قد توعلى بحبيب ما نوالا جل من شرف الوجود بنوره ومرى الكون بهجة وجمالا يا لقلب قد توعلى بحبيب ما نوالا قد ترك في الحسن أعلى مقامي وتناهى بمجده وتعالى يا لقلب سرور قد توعلى بحبيب نام نوالا لهضته العيون في ما اجتلته بشرا كاملا يضيء الضلالا يا لقلب هو قد توعلى أنا ما نوالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا يا لقلب أروه قد توعلى بحبيب نام نوالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهر في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود هلكي النور فتبارك الله من إله كريم وأشارتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأته هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tuqribu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal idhan
تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا زلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نشيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بعلم القديم بظهور أسرار التحسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرات الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروزه ليتشرف به موطن استقراره وموضع وروجه وقد قادت الأقدار أزالية بما قدر وأسهرت من سر هذا النور ما أسهرت وحصصت به من حصصت فكان مستقره في الأسلاب الفاهلة والأرحام الشارفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا هير الأفكار ظهوره وبهر فتألقت إمات الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن تفي بأسر معصار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من هواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تقرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من شيار أسرى في مخلوقين وما أكرمه الله به مولد من الفضل الذي أما العالمين وبقيت غايته في الكون منصورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التألق بهذا الحضرات الكريمة ولائج تشوق إلى السماء أوصافها الأزيمة ولا الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني بشفاعة هذا النبي السافي ويتروحني براه ذلك النئيم اللهم صل وسلم
محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغاره إلينا الآن يا همة السادة الأقطاب ما عادنا صدق وسر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله نادي المهاجر صافي الله ذاك ابن عيسى أبا السادات ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القداد يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنب يستغفرون الله ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القدر ثم الوجيح لدين الله سقفنا خارق العادات السيد الكامل الأواب العيد روض مطهر القدر يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنب يستغفر الله قوموا بنا
تكشف عنا يا سادتي هذه الأسواق وحمومتي ندخم الغنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا للذنب يستغفر الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط معركته بالأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا هجنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في أدائه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المسؤورة أن أول شيء خلقه وهو نور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل العشاء. قال يا جابر إن الله خلقه الله قبل العشاء نور النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من ساءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد علم القديم إلا من خصصت بتكريم به الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته أحساؤها بمعونة الله محافظة على حق الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علاما ولا إللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم السعادة لتنبسط عليه هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر في آثاره مجده السميم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
ومنذ عليقت به هذه الدرة المقنونة والجوهرات الموسونة والكون كله يشبه ويمسي في السرور وابتهاج بقرب الظهور إسراق هذا السراج والعيون متصوفة إلا بروزي متسوقة إلا تكات جواهر كنوزي وكل ذابة قريش نطقت بفاصل العبارة مؤلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بإطر الفرح بملاقاة أشراف البرية وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا الرحيم بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفرنا والدار أنجز وعده والبشر أدعم لنا بشرى لنا نلنا المنى لنا العنا وفرنا بشرى لنا منا المنى زال العنا وفرنا والبشر أضحى معلنا بشرى لنا من المنى زال العنا وفى الهنا صوت باللقاء يا عين كري عينا يا نفس تبكي باللقاء يا عين كري عينا هذا جمال المصطفى أنوار لا أدلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والله أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا روضة الحاج الشفيع وصاحبيه والبقيع روضة الحاج الشفيع وصاحبيه
واكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى بشرى لنا المنى دال العلا وبالهنا اركفني علم ربي من سؤلي واختياري فدعائي وابتحالي شاهد لي بافتقاري الله فخري دمنا فقري واضطراري الله الله حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وأرح سري وقلبي من لظى وشوضي الله وإذا ما كنت راضي
عليه والشعر والدفتر الله 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 يا ربي يا خير معتي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان ودهي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطر الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين ظاهرين الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا فيه عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من آتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند ودئه أمة تأنيسا لجينا بها مسعود ومشاركة لها في هذا السمات ممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحورين من قسم الله له من الشيرات بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذين رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أنعم وسجود يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور كالدجال. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اطرب يا غلا المساني فحذر اليوم غراد واستضيء بجمال فقف الغسل تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث دينا عطاء جمع الفهر المعبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، الله يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلرب كل حمد الله جل أن يخسر العد. الله اذهب بوجود المصطفى الهادي محمد صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي رسول الله أهلا يا رسول الله أهلا بك النبي كان السعادة. الله الله وبجاهه يا إلهي وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد. الله الله صل يا ربي على من صل يا ربي على من اسمه طه وياسين. الله الله المشفع في القيامة المشفع في القيامة من عتاني
مرشد ربي بلغنا بجاهه بجوار غير ما قعد طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا مدى لله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمر كل غير يتجدد يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan kita ada seorang anak bayi laki-laki yang akan diresmikan namanya, yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh jid dan jidahnya, dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus, sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian. Alhamdulillah, sangat bagus. Nama anak diberi dengan nama Sayyid Muhammad. Nah, Sayyid Muhammad bin Muhammad Naufal bin Ahmad Al-Habsyi. Semoga ini anak akan menjadi anak yang saleh, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya, dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, dan menjadi qurratu ain li sayyidil kaunain wa asyrafis sakalain jaddil Hasan wal Husain ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana bi auladina wa banatina wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أنبتك الله نباتا حسنا، أنبتك الله نباتا حسنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم للمؤمنين حلما ورفقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ والمحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سورة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تأثرت الطرق والمنازل بأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بإنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك إن ذا الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma natama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala sa'yi fihi mashkura fi'li fihi محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي
في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تعد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر بكل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شريف وجهتنا، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل والمعمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواذر ووالاه وظاهره، وأم ببركته وشريف جهته أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم هذا الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مامورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واقضي دين المدينين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين
من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسن من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الفاتحة بحق وبجسد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. لما تقبل منا آمين وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatiz wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita masih dalam rangka memperingati Miladur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini malam ke-27 daripada rangkaian Majlis Maulid Arba'in, kita berada di rumah salah satu wali min auliyaillah, yaitu Al-Habibil Barak Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan curahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Sebagaimana biasa, sebelum melanjutkan acara berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah dan Manaqib, kami akan mengumumkan beberapa peringatan Maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok, malam Rabu, malam ke-28, peringatan Maulid akan diadakan di Rumah Haji Alpin Suhanda, bertempat di Jalan Pendidikan samping Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakabaring. Dan untuk malam Kamis, malam ke-29, peringatan Maulid akan diadakan di Rumah Al-Habib Ali bin Salim Al-Madhid, bertempat di Kampung Kenduruan, Lorong Kenduruan 7 Ulu. Dan pada malam Jumat, malam ke-30, peringatan Maulid akan diadakan di Majlis Darul Mustafa atau Markas Besar BG, tempat di Jalan Ali Gadmir 10 Ilir. Demikianlah undangan untuk malam hari ini. Untuk Mau'izatul Hasanah pada malam hari ini akan disampaikan oleh yang pertama Al-Ustadz Fadil bin Muhammad Al-Habsyi, dan Mau'izah yang kedua akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sayyid Farhan bin Umar bin Muhammad Al-Habsyi. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama mendengarkan manaqib singkat Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi yang akan disampaikan oleh Sayyid Ahmad Nagib bin Abu Bakar Al-Musawah. Wa alaihim falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amma ba'd.
yang Al-Faqir hormati segenap habaib wal asatidzah yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami dan ta'zim kami kepada antum-antum sekalian. Masyarul hadirin, berdirinya Al-Faqir di sini, Al-Faqir akan membacakan manaqib singkat, yaitu Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi atau yang dikenal dengan Ustaz Maci Al-Habsyi dilahirkan tahun 1926 Masehi di kampung 26 Ilir, Palembang. Dari kedua orang tua yang saleh dan salihah. Ayahnya bernama Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Habsyi, sedangkan ibunya bernama Al-Hubabah Fatimah binti Salim Al-Habsyi. Nasab beliau yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad bin Abdullah bin Alwi bin Ahmad bin Ali bin Hadi bin Idrus bin Hadi bin Ahmad sahib Syuaib bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Al-Mirbad bin Ali Halik Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain As-Sibid bin Ali Zawja Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau setelah cukup lama tinggal di perkampungan 26 Ilir, maka pada tahun 1944 Masehi beliau pindah ke kampung 14 Ulu, dan 3 tahun setelahnya yaitu tahun 1947 Masehi beliau menikah dengan Al-Hubabah Zahra binti Muhammad binti Abdullah Al-Habsyi. Dari perkawinan ini beliau dikarunia 9 orang anak, yaitu Abdullah Alwi yang wafat beberapa tahun yang lalu, Aisyah yang beberapa hari atau 40 hari yang beliau telah wafat, Umar bin Ali, Radiyah, Ahmad Fauzi, Khadijah dan Maryam. Pendidikan beliau, ketika kecil beliau menuntut ilmu di Madrasah Wataniyah Palembang, dan pada tanggal 23 September 1940 beliau pun lulus dari sekolah tersebut. Di antara guru-guru yang pernah memberikan tarbiyah kepada beliau antara lain Kiai Masyhur Azhari, Kiai Abdul Rashid, Kiai Haji Kiai Agus Muhammad Sajari, Kiai Mustafa. Beliau juga banyak menimba ilmu dari Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, atau yang lebih dikenal dengan Mu'alim Nang. Di antara rekan-rekan beliau dalam menuntut ilmu dengan Al-Habib Alwi Bahsin yaitu Al-Habib Ali bin Salim Al-Madihij, Al-Habib Abdullah bin Utsman Al-Madihij, Al-Ustadz Muallim Ahmad Zamzam, dan masih banyak lagi. Namun apabila beliau ditanya mengenai rekan atau sahabat beliau ketika menuntut ilmu, beliau tidak segan-segan menjawab, itu guru saya, menyebut bahwa sahabat beliau tersebut adalah gurunya. Hal ini ditunjukkan karena ketawaduan yang luar biasa daripada diri beliau. Dakwah beliau memiliki semangat dakwah yang sangat tinggi. Dalam kesehariannya beliau berkeliling dari musolla ke musolla, dari masjid ke masjid untuk mengajar. Terutama setelah wafatnya guru beliau Al-Habib Alwi Bahsin, beliau meneruskan majlis-majlis gurunya tersebut, di antara lain majlis yang hingga saat ini masih berjalan, yaitu majlis ba'da subuh. Setiap hari di jam 6 sampai jam 6.30. Berkeliling dari 12, 13, 14 dan 16 ulu serta 8 ilir dan 10 ilir. Semasa hidupnya Al-Habib Alwi Bahsin pernah mengatakan bahwa beliau, wahai maci, engkau sudah bisa ngajar,
tapi beliau merasa belum mampu seraya mengatakan aku belum bisa untuk mengajar. Tapi gurunya tetap memerintahkan engkau bisa untuk mengajar. Sampai ketika disebutkan nama gurunya Al-Habib Alwi Bahsin, berilanglah air mata beliau karena teringat dengan gurunya tersebut. Akhlak beliau terkenal dengan ketawaduan, kerendahan hatinya. Bahkan apabila beliau sedang berjalan kaki, beliau tidak memandang ke atas dan lebih banyak memandang ke bawah. Dikisahkan di akhir umurnya ada gerombolan syabab atau pemuda berkunjung ke rumahnya. Selain tujuan silaturahmi, para syabab tersebut menyatakan keinginan mereka untuk menimba ilmu dari beliau. Mendengar pernyataan tersebut, Habib Muhammad merasa senang. Namun dengan penuh tawaduk beliau pun berkata, anak ini tidak punya ilmu apa-apa, tapi nanti anak coba berusaha untuk menyampaikan apa yang anak bisa. Namun pada kenyataannya setelah para syabab tersebut mengikuti taklimnya yang pada waktu itu membuka kitab Safinatun Najah, ternyata beliau begitu menguasai materi yang disampaikannya. Semua syabab tersebut merasa bahwa masing-masing di antara mereka menjadi murid yang paling dekat dengan Habib Muhammad, menunjukkan betapa perhatiannya beliau terhadap murid-muridnya. Selain itu, Habib Muhammad terkenal dengan kewaraannya. Beliau memiliki keahlian dalam bidang menjahit, sehingga di antara cara beliau menghindari nafkah adalah menerima upah menjahit pakaian dan sejenisnya. Begitu waraknya, setiap kali beliau menerima upahan dan setelah selesai pekerjaannya tidak segan-segan ia menguti sisa potongan-potongan bahan yang berserakan di lantai rumah panggungnya, dan juga mengumpulkan potongan bahan yang berjatuh ke bawah rumahnya untuk dikembalikan kepada orang yang mengupahnya. Selain itu, dalam keseharian beliau tidak banyak berbicara dan tidak menjawab kecuali kalau ditanya sesuatu, menunjukkan kewaraan beliau. Saking waraknya hingga dalam bergaul pun beliau merasa takut salah dalam berbicara. Wafat beliau berpulang ke rahmatullah pada tanggal 1 Jumadil Akhir 1421 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 September 1990 Masehi, dan dimakamkan di Guba Al-Habsyi, pemakaman aulia dan habaib Telaga Swida 14 Ulu Palembang. Demikian sekelumit manaqib beliau, sehingga semoga dan dengan mengetahui akhlak dan berjalan hidup beliau, kita bisa mengikuti dan menteladani akhlak-akhlak beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada mimman yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafana wa faddalana wa khassana bi nabina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad iftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. المحترم المكرم أستاذنا الحبيب عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب الدين، والمكرمون المحترمون آباؤنا وشيباننا وأساتذتنا والأساتذ والحاضرين رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah,
Summa alhamdulillah. Terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia. Insyaallah mudah-mudahan di waktu yang mulia juga, dan kita pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mulia. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di tahun ke-9 Hijriyah, di tahun tersebut terjadi peperangan Tabuk, peperangan terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersama para sahabatnya memerangi orang-orang Romawi. Di kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau memberitahu, memberi kabar kepada para sahabat tujuan bergeraknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju peperangan Tabuk, yang mana ini tidak biasanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada para sahabat. Setiap Nabi ingin berperang, Nabi tidak mengatakan kemana tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya memerintahkan kepada para sahabat untuk bersiap-siap. Namun pada perang ini, perang Tabuk, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya agar para sahabatnya itu bersiap-siap, menyiapkan persiapan yang matang, menyiapkan persiapan yang mencukupi, karena perjalanan yang sangat jauh dan musuh yang besar, pasukan yang kuat, negara adidaya Romawi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan para sahabatnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan para sahabatnya untuk mengeluarkan hartanya untuk membantu peperangan tersebut. Maka Nabi memotivasi para sahabatnya untuk mengeluarkan, sehingga ada yang mengeluarkan sedikit dari hartanya yang ia bisa. Bahkan kita dengar Sayyidina Utsman bin Affan sangat banyak beliau tumpahkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan Tabuk ini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma darra Utsman ba'da dzalika, tidak akan membahayakan Sayyidina Utsman setelah ini. Peperangan ini disebut juga dengan Jaisul Usrah, tentara yang dalam kesulitan, karena persiapan yang harus banyak dalam peperangan tersebut. Di dalam perjalanan perangan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu tempat. Kemudian Nabi berhenti, dan di situ para sahabat menyiapkan makanan, membuat makanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat. Dan Nabi memerintahkan kepada para sahabat jangan menggunakan air di tempat ini untuk berwudu, dan jangan makan di tempat ini. Dan kalau seandainya ada adonan yang sudah dibuat, jangan dimakan, berikan kepada hewan-hewan. Tempat tersebut adalah tempat kaum Nabi Saleh, kaum Samud, sehingga diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum ayusibakum mithla ma asabahum illa an takunu bakin. Dalam riwayat lain menyebutkan la tadkhulu ala haula'il mu'azzabin, jangan kalian masuk ke tempat-tempat tinggal orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Jangan kalian masuk kepada kaum yang mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan nangis. Jangan masuk tempat tinggal orang yang berbuat zolim. Ngapa Nabi mengatakan macam ini? Takut, khawatir ayusibakum mithla ma asabahum, akan menimpa kalian apa yang menimpa bagi mereka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau seandainya orang-orang yang zalim ini bisa memberikan pengaruh
pada orang yang setelahnya. Pengaruh akibat, pengaruh siksaan kepada orang yang bukan melakukan seperti mereka, hanya saja mereka menempatkan diri mereka di tempat yang mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di tempat yang mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Ini dikhawatirkan untuk mendapatkan siksaan di dunia seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang disiksa tersebut. Hanya melewati, bukan melakukan seperti orang tersebut. Maka tidak diragukan lagi, kita yang berada di sini, orang yang soleh, berada di tempat orang yang soleh, berada di tempat wali min awliyaillahi ta'ala, maka tidak ragu, tidak akan mungkin kalau seandainya orang yang zalim bisa memberikan pengaruh, maka orang-orang yang baik pun bisa memberikan pengaruh. Jadi sebuah kesenangan, sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, keberadaan kita di tempat orang yang soleh. Baik ada makanan ataupun tidak ada makanan. Bahkan Nabi SAW meninggalkan makanan di tempat orang yang zalim. Bahkan Nabi tidak makan, bahkan lagi tidak berwuduk dengan air tersebut. Maka ini niatkan kita ketika kita menghadiri tempat-tempat yang baik, tempat-tempat orang yang saleh. Tidak lain, niat kita adalah supaya kita mendapatkan keberkahan dari orang yang saleh, keberkahan dari aslahus salihin sallallahu alaihi wasallam, dan niat-niatkan yang baik yang lainnya, bukan niat keduniawian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kebaikan di setiap hadirnya kita di tempat-tempat yang baik. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam Maulid Simtud Durar selalu kita baca dan selalu kita angkatkan tangan kita seraya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat wala'allallaha yanfa'u bihil mutakallima was-sami' fayadkhulani fi syafa'atin nabiyyi syafi'. Mudah-mudahan dengan hadrah al-karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan manfaat bagi orang-orang yang mendengarkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi orang yang membacakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya keduanya ini dimasukkan dalam syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah habib yang diharapkan syafaatnya. Kita semua ini mengharapkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Di hari tidak ada yang bisa memulai memberikan syafaat di hari kiamat kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tashfa'ul malaikah wan nabiyyun wasyuhada wassalihun wa jami'ul mu'minin. Yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat adalah para malaikat, para nabi, para syuhada, para salihin, dan seluruh orang-orang mukmin. Itu bisa memberikan syafaat. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan orang yang mendapatkan syafaatnya. Ini menunjukkan bahwa ada yang tidak bisa mendapatkan syafaat. Ada yang terlarang dari syafaat. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, fala yabqa fin nari illa arba'ah. Tidak ada yang masih di neraka kecuali 4 golongan. Kecuali 4 golongan ini tidak bisa mendapatkan syafaat, tidak bermanfaat syafaat. Siapa itu? Tsumma tala qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin
fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Orang-orang yang meninggalkan salat, orang yang tidak salat, kemudian orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang yang mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mendustakan hari akhir sampai ia meninggal, tidak salat sampai dia meninggal, dan mengeluarkan zakat sampai ia meninggal, tidak, yang orang yang mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal, dan orang yang mendustakan hari akhirat sampai meninggal, maka fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak akan bermanfaat syafaatnya pemberi syafaat. Para malaikat tidak akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Para nabi tidak akan berikan syafaat, tidak akan bermanfaat syafaat bagi mereka. Ini bahayanya bagi orang yang empat ini. Kalau seandainya menghina nabi, mungkin kita jauh dari sini, dari menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan hari akhir, kita muslim, mukmin, beriman kepada hari akhir. Orang yang meninggalkan, orang yang tidak menunaikan zakat, itu bagi mungkin orang yang mempunyai harta, tapi walam naku minal musallin, kami dahulu tidak, bukanlah orang yang melaksanakan ibadah solat. Ini umum, nak kayo, nak miskin, muda, tua, ini wajib melaksanakan solat. Jangan sampai meninggalkan solat sehingga terlarang dari syafaatnya para pemberi syafaat. Syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jagalah diri kita, keluarga kita, sehingga didiklah mereka itu agar selalu memperhatikan solat. Dan diri kita pun jangan sampai meninggalkan solat. Bahkan perintah untuk solat ini melebihi dari yang lainnya. Saat berperang pun tetap solat, saat dalam ketakutan pun tetap diwajibkan solat, dalam keadaan sakit tetap diwajibkan solat. Tidak ada keringanan dalam solat, tidak ada keringanan untuk meninggalkan solat kecuali kematian ataupun akalnya tidak berfungsi lagi. Inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mendirikan salat, dan mudah-mudahan keluarga kita, anak istri kita dan orang-orang kita cintai termasuk juga orang yang mendirikan salat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diberikan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Awalan al-mukarram muhtaram fadilatul masyayikhina kulluhum ajma'in wa al-habaibuna wa masyayikhina wa ustaduna wa kullul hadirina duyuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar, telinga kita didengarkan dengan cerita-cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perbuatan yang baik, dan ada lagi yang lebih baik dari hal tersebut, yaitu menjaga daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hadirnya kita di Maulid ini melupakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh kita jangan sampai dikencingi kita, kuping kita dikencingi oleh syaitan. Azan subuh belum bangun, karena apa? Karena hadir Maulid. Jangan jadikan sebab hadir Maulid kita, yaitu menjadikan kita meninggalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadirnya Maulid ini akan menambah kita bangunnya cepat subuh, bangun ketika solat. Tadi diamakan oleh
Ustaz kita itu solat yang kita harus perhatikan. Syariat Rasulullah SAW yang akan ditanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hadirnya kita pun di Maulid itu lebih baik kalau seandainya hadir kita Maulid ini ingin merusak daripada syariat Rasulullah SAW. Yang lebih baik lagi ketika kita hadir Maulid dan menjaga daripada syariat Rasulullah SAW. Karena syariat Rasulullah SAW itu paling utama. Kita sekarang sudah hari ke-27. Kita pertanyakan pada diri kita, seberapa cinta kita dengan Rasulullah? Berapa derajat naiknya cinta kita kepada Rasulullah dari hari pertama sampai hari ini? Tanyakan pada diri kita. Kita hadir Maulid, kita mendengarkan Maulid, seharusnya bertambah hal tersebut. Karena sahabat ketika dengar Nabi Muhammad SAW, mereka bertambah cinta kepada Rasulullah SAW. Ini hadir Maulid yang dikatakan oleh Ali Habsyi, yang dengar videonya Habib Taufik As-Segaf mengatakan, hai Habib Ali Habsyi, mengarang Maulid cuma dua maksudnya. Apa? Taswiqun lis-sami'in. Yang dikatakan di Maulidnya, taswiqun lis-sami'in, yaitu menanamkan rasa cinta kepada orang yang mendengarkan daripada cerita Rasulullah SAW. Wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin, dan mengasih mengasih terwih kenangan daripada orang-orang yang ta'alluq bin Nabi SAW. Maka ini yang harus kita tanamkan pada diri kita, menjaga syariat Nabi. Lihat kepada keluarga kita, ada dari mereka masih membuka aurat mereka, daripada mereka masih berbuat yang menyakitkan hati Rasulullah SAW. Rasulullah orang yang paling sayang dengan umatnya. Satu saat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Rasulullah SAW, wa in syi'ta ja'alta amra ummatik ala yadik. Kalau seandainya engkau mau ya Muhammad, aku serahkan ini, uruslah umat kau sendiri. Aku serahkan kepada engkau urusan umat engkau. Aku tidak ikut-ikut lagi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Nabi Muhammad mengatakan, ya aku akan itu, saking rahmatnya Rasulullah? Tidak. Rasulullah tahu Allah lebih rahmat kepada umatnya. Kata, la ya Rasulullah, fa innaka arhamu bihim minni. Kau lebih rahmat kepada umatku daripada aku. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, izan la nuhzihim fihim abada. Kalau itu, maka aku tidak akan buat engkau kecewa kepada umatku ya Rasulullah. Kalau seandainya Allah cinta kepada kita, maka kita harus lebih cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Syariat Allah Subhanahu Wa Taala tegakkan di rumah kita dulu. Jangan ke orang lain, ke rumah kita dulu. Ibu kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita, solatnya benar belum? Solatnya kita bangun subuh benar belum? Ketika mereka bangun subuh benar, paksa mereka. Maka Habib Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki ditanya, bagaimana kalau anak aku susah untuk bangun subuh? Kata dia, susah anak aku bangun subuh, maka bagaimana caranya aku menginginkan anak aku ini supaya bangun subuh? Kata Abu Maliki, kalau seandainya rumah kau hari ini kebakaran, bagaimana kau bangunkan anak kau? Ditarik-tarik anaknya. Kenapa? Takut kebakaran api dunia. Begitu juga kata Abu Maliki, seharusnya engkau harus tarik mereka untuk sholat, karena takut mereka masuk pada api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita yang di sini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjaga daripada syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ala Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa karrama wa majada wa addama wa ta'ala sahabi Rasulullah ajma'in alaihna ya al-muta'alif adhu insyaallah ta'ala minal aminin amin amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ya da'imal fadhi ala al-bariyah ya badil bil atiyah ya sahib al-mawahib as-saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa ufil lana يا ذا الأولى في هذه الليلة وفي كل ليلة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالشفاء من كل داء والأمراض والأسقام لحسين بن علي بن عبد الله الحبشي. مردية بنتي شريفة مردية بنت علوي الكاف كتمير ومن أوصانا بدعاء شفاء اشفيهم شفاء عاجلا على هذه النية الصالحة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم أحيينا المسلمين توفنا المسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندمين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى في الأمور في العمل وفي حسن العمل. اللهم صل على طب القلوب ودوائها وابدل الابدان شفائها ونور الابصار وضيائها وقوت الارواح وغذائها وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم يا شافي يا معافي اشفيهم شفاء عاجلا وارزق نفسي بالجسد بجسد محمد وآل محمد وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين. Kami umumkan sekali lagi bahwasanya peringatan